في الاتحاد الأوروبي. طيب هل كان في عدد من المتنافسين الأجانب معاكي؟ كلهم كانوا أجانب، يعني أيوة، كان في من كبير؟ هولندا، لا يعني احنا كنا كلنا حوالي 7 من هولندا ومن ألمانيا، كان في 2 من ألمانيا ومن فرنسا وفنلندا تقريبا، وانا بس اللي كنت مصرية أو عربية. أو عربية بس. كل واحد بيتقدم بعمل واحد فقط، مش بعمل أكتر واحد من فقط عمل. وبيناقشوا لازم مؤلف عالمي يعني أو خبير عالمي هو اللي بيناقشك في الموضوع وكده، لحد ما بتوصلوا للدرجة ان خلاص يقولك انت دلوقتي هننفذ الموضوع عشان هينافس في المهرجان عندهم. طيب حيثيات فوز سيناريو هديل مصطفى كانت ايه؟ انا كنت سعيده جدا، يعني انا منتظره دلوقتي ان العمل يطلع للنور ان شاء الله قريب عشان ادخل انافس بيه بره، لان دي هتبقى جايزه بقى، جايزه عن التنفيذ. يعني هو كسيناريو لسه. التنفيذ بقى بيبقى موضوع تاني، يعني بمجرد ما بيتنفذ وبيطلع بره بيبقى يعني هتبقى جايزه تانية، فاحساس تاني طبعا. طيب هخرج معاكي فاصل قصير ونرجع نواصل الحوار مره تانية. المرتب سيد الحبايب يا ضنايا انت. ليه كل حاجة في الدنيا بتكبر إلا المرتب بيفضل صغير؟ فكرت أدلعه وأديله هون وبرضه زي ما هو لسه صغير.